أنا بنت محترمة وجميلة ومن عيلة راقية. تزوجت زواج تقليدي من شخص الظاهر إنه محترم وبيراعي ربنا، وتزوجنا وبعد سنة زواج أنجبت بنت. من أول مشكلة بينا تخلى عني وأنا بقى أمثل حاجة ليه. بعدها بمدة رجعت واتغير معايا 180 درجة. كان نرجسي بامتياز، يمارس كل أنواع الألاعيب النرجسية معي، من صمت عقابي لشهور وهجر ومنع من الخروج وزيارة أهلي وغيرها كتير. كنت أشعر معاه بالخوف وعدم الأمان، وما كنت أعرف أتعامل معاه. كونه غامض ولعوب وحقود وانتقامي. وأنجبت بنتي التانية وما كنت أرغب بالإنجاب منه، ولكن حدث الإنجاب وحياتي من سيء لأسوأ. أشكي لأهلي يقولولي اصبري، كل الرجالة كده، وهو عايش حياته ويفرض عليا عقوبات قاسية مثل عدم الخروج للتسوق لأشياء ضرورية مثل الأكل وهو لا يوفرها. بقت معاناة 10 سنوات وهو يهددني بالطلاق، إلى أن طردني من المنزل مع بناتي ورجعت لبيت أهلي لأنتظر أن يهدأ ونحل الموضوع. أبويا وأمي مريضين ولا يتحملوا المشاكل، وإخواني مشغولين بحياتهم ومش فاضيين لي. المهم تم الطلاق بمحاكم وبهدلة، وحاول يشوه سمعتي وطلقني وبهدلني بالمحاكم، وحتى هدومي وأغراضي الشخصية ما قبل يرجعها لي، وانفصلت عنه. قلت راح وأخد الشر وراح أرتاح. بس المشكلة إحنا منفصلين بقالنا 4 سنين، ولحد اليوم مبهدلني محاكم وشكاوي ملهاش معنى وغرض الإزعاج، بس ملوش حاجة عندي. أخد شبابي وحياتي، بهدلني، طلقني، مش سايبني بحالي. أنا زهقت منه من كل حاجة. أنا أم وأب لبناتي وتعبت. بيجولي عرسان وارفضهم، أخاف يطلعوا زيه. كرهت وكرهت الحياة بسببه. أنا ذنبي إيه وإيه الضريبة اللي أدفعها؟ ما اتزوجت عشان أتطلق وما اتطلقت عشان أتبهدل. كيف أخلص منه؟ اشتكيت عليه كتير ومش نافع عشان عنده حصانة. ما بقاش عندي طاقة للحروب والمشاكل والمحاكم، وهو مش راضي ينهي الموضوع. أرسلت له ناس يتكلمون معاه، يمثل عليهم البراءة والنقاء، وهو شيطان. حسبي الله ونعم الوكيل. أول كلمة قلتها لصاحبة القصة: غيري مكان سكنك، غيري الدولة اللي انت فيها. لكن طبعا أنا كنت ناسية الأوضاع دي بتتم ازاي. لكن هي ردت، قالت لي: شكرا على الرد، لا أستطيع تغيير مكان السكن لأني لديه قرار محكمة برؤية الأطفال 4 مرات في الشهر، يعني أسبوعيا. لا أستطيع السفر للبنات لأنه قانونا لا يجوز إلا بموافقة الأب. وبعد ما اتكلمنا حبة كتير وما لقيناش حلول، أيوة ساعات مش بنلاقي حلول للأسف، قالت لي: شكرا على الرد، وقالت لي: أتمنى تنشري مشكلتي عشان البنات تاخد عبرة ودرس وتحذر من فخ النرجسي عشان الأطفال ملهمش ذنب. أيوة ساعات ما بنلاقيش حل. لما الأب أو الأم يستخدموا أولادهم لتعذيب الآخر ما بيبقاش في حل، لأن احنا عارفين القانون بيقول إيه في الحاجات دي. طبعا كلنا عارفين قانون الرؤية واللي بيحصل بسببه. شيء مرعب لما يكون إحدى الوالدين سواء الأب أو الأم عنده إحساس إن الطرف التاني مؤذي لأولاده ووجوده في حياتهم مضر وما يعرفش يبعدهم عنه. الحاجات دي صعبة قوي، صعب تحكم عليها، صعب حتى القانون يشتغل عليها بالشكل ده. مش كل قاضي ولا كل واحد معني بقضية هيروح يقعد مع كل الزوجين ويعرف السيء من الجيد فيهم ومين فيهم اللي ليه مصلحة الأولاد. يمكن عشان كده بره وفي دول غربية بيمشوها بصرامة قوي في موضوع الحضانة والكلام ده. ولكن يبقى قدامنا في الآخر وضع زي ده: طليقها قرر انه يخلي حياتها جحيم ومعيشها كل هذا العذاب، وهي مش قادرة تتصرف ومش قادرة تبعد، لان قانونا ما تقدرش تبعد بأبنائها. يا ترى ايه الحل في حاجة زي كده؟ لو حد فيكم فعلا عنده حل يا ريت يحطه في الكومنت، تبقوا فتوها كتير. انا عن نفسي ما كانش عندي حل، ما اقدرش اشور عليها باي تصرف غير قانوني او انها تاخد الاولاد وتهرب. معرفش ده الصح ولا لا. فاللي فيكم عنده حل ليها يكتبوا في الكومنت. اما بقى للبنات اللي داخلين على جواز او لسه متجوزين قريب، ارجوكم اجلوا الخلفه لغايه ما تتاكدوا ان الشخص اللي ارتبطتوا بيه ده يستحق ان انتوا تكملوا معاه بقيه حياتكم. ما بنروحش نجيب عيل واتنين من شخص احنا مش حاسين بالامان معاه. وعشان اعرف الشخص ده على حقيقته محتاجه 10 سنة و2 و3 قبل ما اقرر اجيب انسان تاني للحياة اعذبه معايا في جوازة زي كده. ارجوكم ما تخلفوش اول ما تتجوزوا. بنقول الكلام ده كل يوم 1000 مرة. اتأكدي الاول ان انت اختيارك صح، ما تجيبيش حد تاني معاكي يشيل اختياراتك الغلط، ارجوكم. وفي النهاية اتمنى لصاحبة القصة كل الخير، واتمنى ان انتوا تدوها حلول تساعدها وتفيدها. وتنويه اخير: جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها أي حد غيري، ولا يتم نشرها إلا بموافقة صاحبها أو طلبه هو شخصيا زي صاحبة القصة دي. وبالنهاية كانت معكم فيبي أنور السيناريستية، ويومكم سعيد.